شريف من زمان. بتشوف التلفزيون انت احيانا مش كده؟ يعني شفت نفسك؟ لا. ليه؟ ما بقدرش لا اشوف نفسي في فيلم ولا اسمع نفسي. انما انت عارف انه افلامك القديمة عملت عند الناس شيء حلو يعني. ما اعرفش يعني جايز، لكن انا شخصيا لا، ما حدش كلمك؟ يعني اهو يعني اللي هيكلمني مين؟ مش اصحابي؟ بيبقى مشكوك فيه. لا ازاي بقى؟ لا ازاي يعني كلمك ناس من الجمهور وكلموني يعني، هو برضه ناس كده عاوزين. عاوزين. كان لك ضحكة زمان في الافلام مميزة كده بتاع الها دي طب ما انت كويس بتقول احسن مني. لا ابدا. انا الحقيقه بخاف يعني، ما اقدرش ابدا ما أنا اسمع عارف. نفسي ولا اقدر بتاع. ليه؟ لاني انا بشوف نفسي بعين الناقد وبنهج وبيبقى متهيألي. انت تعرف اما تركب اوتومبيل وتكون راكب جنب سواق وتحس بانه هيدوس حد، مش انت بتروح مفرمل وتروح مش عارف عامل حاجات كده في الاوتومبيل. انا كده هو بقى يعني احس بان ليه طب ما قفلتش كده واروح بقى يلا. طب وليه الحكايه دي كلها؟ عبد الوهاب، لو بتعمل لحن جديد وعايز تسمعه لحد، تسمعه لمين اول حد؟ عشان اخد رايه فيه اسمعه لك انت. لا مش عشان رأيه يعني لا تسمعه لحد يعني تشوف صدى هذا اللحن على أحاسيسه. انت برضه. سبحان الله. طب ايه اللحن اللي سمعته لي ومن قبل ما حد يسمعه وبعدين طلع للناس؟ يعني لا مش ليا، ما هو ليا بتسمعها لي. لا يعني من حاجات تانية. انا كل الحاجات اللي عملتها سمعتها لك. طب لو الاستاذ عبد الحليم مش موجود؟ مين؟ لو انا مش موجود، لو انا مسافر مثلا. لمراتي اللي نهلة هانم. يعني هي سميعة. سميعة. تحس يعني بالحاجة الحلوة. طب ايه لحن قالت لك عليه حلو وفعلا طلع حلو، وايه لحن قالت لك عليه نص نص ولو انك ما عملتش حاجة نص نص وطلع؟ لا عفو. لا. يعني هي مش بتقول لي حلو او مش حلو، يعني انا بسمعها وكده واشوف كده وشها ومبلغ طربها، مبلغ اندماجها، فحسيت بانها مندمجه. لو مش مندمجه يعني الفت نظرها. فهي صح تندمج. صح تندمج، ما تندمجش بقى واعرف ان انا بايخ. طب استاذ عبد الوهاب، بتقرا انت ادب كتير وفلسفه، يعني ده اللي انا اعرف انك انت مواظب عليه. الحركه الادبيه الجديده تتبعتها؟ المصريه ولا المصريه؟ طبعا. يعني هو الادب محصور في القصص هذه الموجوده، وطبعا ما في شك انه توفيق الحكيم قرأته كله. جديد له الأستاذ نجيب محفوظ طبعا، كل الحاجات اللي كتبها يعني، حتى الحاجات الأخيرة. الأستاذ نجيب محفوظ ما في شك إنه في القصة الطويلة وأخيرا كمان يعني مارس القصة القصيرة وأجاد فيها إجادة كبيرة. الدكتور مصطفى محمود، يوسف إدريس، كل الجماعة دول بقرأ لهم، والأستاذ إحسان عبد القدوس أيضا. يعني كل الناس دول بقرأ لهم وبأحس يعني هم عاوزين يقولوا ايه. وانا النهار سمعت افتكر في الاذاعه كان الدكتور يوسف حتى بيقول نظريه جديده غريبه جدا. انه الادب الجديد، القصه الجديده هو انه المؤلف يجيب اشخاص من الممثلين ويقول لهم موضوع القصه اللي هو عاملها، ويترك لهم مجال الارتجال على المسرح، ويشترك الجمهور ايضا في الحوار بتاع القصه. هي فكره اتعملت في لندن في روايه اسمها 6 أشخاص ومؤلف.
مش عارف يعني انا مش قادر افهمها الحقيقه، يعني ما لا بس هي موضوع لها يعني مش بيخليهم يقولوا اي كلام. يمكن كلام، لكن يعني ممكن بيدوا حريه للممثلين بانهم يكملوا، يعني ممكن انهم يضيفوا الى الحوار اشياء من عندهم. مش او يناقشوا الحوار او يناقشوا الفكره يعني. مش عارف، انا متهيألي ان هي فكره اغراب اكتر منها فكره فنيه، يعني هي يعني تعرف كل حاجه غريبه. انت لك علاقه بأدباء مصر، علاقه شخصيه؟ امال بمين اكترهم؟ ليا كتير، يعني انا ليا في عالم الادب ليا بالاستاذ احسان عبد القدوس، الدكتور مصطفى محمود، الاستاذ يوسف ادريس، والاستاذ نجيب محفوظ، ولو اني ما اعرفوش المعرفه الكامله لكن عرفته عن طريق ادبه وحبيته. والاستاذ توفيق الحكيم طبعا، يعني عشنا مع بعض فتره كبيره عشنا. يعني ليه ما بيردوش رصاصه في القلب في التلفزيون؟ هيردوها يا فندم. امتى؟ يمكن هيردوها في الاسبوع الجاي. في الاسبوع الجاي مثلا. طب استاذ عبد الوهاب، لو قلت لك تختار غنوه من افلامك، احسن غنوه في كل ال 12 او 13 فيلم اللي عملته. انا احب عندما ياتي المساء. عندما ياتي المساء تحب نسمعها؟ احبها، خصوصا ان الشاعر بتاعها شاعر رقيق وشاعر منطوي كده على نفسه، قاعد في حته بعيده كده. مين هو؟ الاستاذ محمود ابو الوفا، وهو مقل لكن مجيد جدا، ويعني متعب في حياته إذا كان الصحية ولا غير الصحية، فتجد فيه مرارة وحرارة في نفس الوقت في شعره. تفتكر أستاذ عبد الوهاب المرارة ممكن تولد فنان؟ بعض الناس في منهم في المرارة تولد، وفي على العكس. يعني مثلا مش ممكن تولد حقد؟ مين؟ حقد اجتماعي. بالعكس، ممكن تولد فلسفة، جايز على حسب النفوس يعني. على حسب النفسية. طبعا ما فيش شك. انما ممكن تولد نوع من الحقد على المجتمع. ممكن وممكن لا، يعني هو كله حسب محتوى الارتيست او محتوى الفنان. طب لو لقينا مواهب خلاقة عظيمة ولقيناها منفصلة عن المجتمع او بتحقد عليه، هل من واجبنا كفنانين ان احنا نجيبها ونخليها تساير المجتمع وتندمج فيه علشان تخدمه بفنها، ولا نسيبها معزولة وتحقد على المجتمع؟ لا طبعا. لو جبتها وصنفرتها وخليتها، بس انا مش عارف، يعني انا عاوز اقف شوية قدام حقد ده. انا ليه اقول حقد؟ يعني الانفصال على المجتمع حاجة والحقد حاجة يعني. ايوه، ما هو لانه بيحقد فمنفصل عن المجتمع بيحقد عليه من بعيد. لا، هو في ساعات يعني هو الفن نوعين. فنان يحاكي زمنه ويلتصق بمجتمعه التصاق كامل، ويرجع تاني يعني يظهره او يحط عليه ميكروسكوب كده ويوريه للناس. خدت بالك؟ ويبقى عايش فيه وهو صادق وصدقه، لانه عايش مجتمعه. خدت بالك؟ ويبرزه ويعيد. وفي ارتست تاني ماهوش في مجتمعه لكن متقدم عن مجتمعه. طب ايه رأيك في الشيخ إمام والشاعر اللي معاه؟ انا ما اعرفش الشاعر اللي معاه، لكن انا سمعت الشيخ إمام ولا حاولتش اني افهم الكلام، لانه الواقع ما طبعا انت عارف ان كل انسان بينظر للاشياء بأحاسيسه هو. وانا طبعا احساسي في ودني. خدت بالك؟ ملحن يعني. يعني اولا اول شيء بياخدني وياخدك انت برضو. اول شيء، وبعدين في الكلام بالنسبه لنا يعني في المرتبه الثانيه. يعني فانا سمعته لقيته انه صوته يعني هو طبعا غنى وغناؤه كان ملحن وتلحينه هو اللي ملحنه يعني. فانا حسيت من الوجهه التلحينيه انه هو راجل في حماس. يعني الحانه متحمسة. ويحاول انه يعبر عن الكلام بما يليق لها من اللحن من وجهة نظره. من وجهة نظره هو. خدت بالك؟ ولو انه هو ماشي في الخط الامتداد بتاع المرحوم الشيخ سيد درويش والشيخ زكريا يعني الطريق ده. شريط من زمان. أستاذ عبد الوهاب، مهمة شاقة بالنسبة لي إن أنا أسألك،
يعني هو الحقيقة المفروض انك انت تسألني في ناس بتقول انك انت مسؤول مسؤولية تاريخية عن انه ما ظهرش الا عدد قليل جدا من المطربين والمطربات، وبما انك انت اكبر مطرب واكبر ملحن فهذا الاتهام موجه لك وانا بنقله، لانه انا ما بتهمكش ابدا بانك انت مسؤول، لانه الموهبة في رأيي هي اللي بتفرض ظهورها. فيعني ممكن ترد لنا على السؤال ده؟ انا متهيألي انك انت رديت، يعني انت سألت ورديت. انا كنت هقول بالظبط اللي انت هتقوله كده، ان الموهبة يعني الواحد ما مش كل مرة بيضرب الفاس في الارض بيطلع بترول او ذهب. والموهبة الفنية نادرة جدا. وانا احب اسألك، امريكا كلها مثلا فيها كم مغني كده مهمين انت تحفظهم؟ اللي هي 220 مليون. روسيا 200 وكذا، فيها كام؟ اوروبا كلها على الاصابع. معنى هذا ان الموهبة نادرة جدا جدا. من الجائز انه يكون في ظروف او يعني مناخ ما بيتوجدش فيها او ما بيتثقلش المواهب الابتدائية اللي ممكن انها تصدر الى العواصم عشان تثقل. يعني صح مثلا اقترح ان يكون في كل محافظة مثلا معهد غنائي اولي يحتضن مواهب، يصنفرهم ويجيبهم، ويمكن كل ما القاعدة كبرت نقدر نحط ايدينا على مواهب، لكن بإطلاقه الموهبة نادرة. يعني انت رأي حضرتك انه الموهبة ممكن تتعمل، يعني افرض الموهبة لها حدود، ممكن هذه الحدود تكبر؟ تكبر بالعلم، لأن الموهبة ما بقتش قاصرة على إنها تبقى موهبة. على سبيل المثال لو ادينا 100 نمرة للمطرب الجيد أو للموسيقي الجيد وحبينا نوزعها ونلاقي واحد عنده موهبة 60% أو 70% ولا عندوش علم 30%، هيفضل 70%. لكن لو جبنا واحد عنده 50% موهبة وكمل نفسه ب50% علم، بقى عنده 100%. بقى عنده 100% في وجوده كفنان. طبعا. لما مش في حقيقة موهبته. معلش، ما انا بقول لك الموهبة الموسيقية، انا بتكلم عن الموسيقى مثلا. على سبيل المثال الموسيقى دلوقتي مثلا اصبحت تأليف وتقديم. اللي احنا الجماعة المثقفين بيقولوا عليها الهارموني، والغير مثقفين بيقولوا اهو التقدمة، الاطار مثلا. يعني طيب افرض اني انا عندي حاجة نصف جميلة واديتها كمان جمال اطاري او توزيعي، يعني في نظرك مش احسن ما اقدم لك حاجة جميلة مثلا 60%، ولا فيش غير 60% الجميلة اللي فيها؟ لا، ما انا معاك. يمكن انا وحضرتك بنؤمن بهذا، بنؤمن بالعلم، لكن في ناس تانية ما بتستسيغش العلم. يعني لما بنعمل اغاني موزعة في ناس بتعيب علينا هذا التوزيع. لا، لانه بس من الجايز احنا ما حطيناش ايدنا على التوزيع اللي بنقدر نوصل بيه مزيكتنا الشرقية للاحساس الشرقي. يعني انا بعتقد انه مع الزمن ومع العلم والبيئة اللي هتبقى فيها العلم في بيتك وفي بيتي، يعني مسألة طبيعية ان كل موسيقي يتعلم النوتة ويتعلم التوزيع ويتعلم الأوركستراسيون. مسألة طبيعية، تبقى مسألة طبيعية مش مسألة نادرة أو مسألة افتعالية. يوم ما يبقى في هذا هتحس انت وتجد على ان كل جماعة اللي بيوزعوا يدوك الإحساس في نفس هذا التوزيع اللي انت عاوزه، وتقدم مزيكتك وتستساغ بالتوزيع المعقول. يعني حضرتك مؤمن بهذا؟ طبعا. طيب لو حبيت أسأل حضرتك عن الغنوة اللي تقدر تدينا مثل قريب على هذا، ممكن نسمع ايه؟ في الحاجات الموزعة فكرني، يعني قولي مثلا ايه في حاجات موزعة؟ يعني في حاجات كتير، يعني من حاجات حضرتك ومن الحاجات اللي انا بغنيها يعني مثلا اهواك. دي تقدر تقول عليها ايه؟ انا شخصيا بعتبرها انها نموذج لحاجة موزعة جميلة وتخش القلب. طيب نسمع اهواك.
أستاذ عبد الوهاب، هل يوما ما أنت في حياتك قلت في الصحافة أو في الراديو أو في أي مكان إنه في حد وقف في طريقك؟ لا. ليه ما قلتش هذا؟ ما فكرتش فيها، يعني ما حاولتش إني أفكر إذا كان حد بيقف ولا ما بيقفش. دي مسألة ما جاتش على بالي والله. طيب هل يستطيع أحد إنه يقف في طريق موهبة مثل موهبة محمد عبد الوهاب؟ لا، أي موهبة مش ممكن أبدا. أنا بعتقد إن المواهب ربنا خلقها مش عشان تقعد في الجحور. الموهبة ربنا خلقها للانتفاع بيها زي الشمس والهواء بالظبط. يعني لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق موهبة عشان ما الناس ما تستفيدش منها. طب خلقها ليه؟ ده صحيح. يعني غير معقول. ده حتى لو كانت موهبة محطوطة في ذهب مثلا، والذهب ده حارم هذه الموهبة من الانتشار، يفقره ينيله يعني أي حاجة. لأنه طب خلقها ليه؟ طب إيه رأيك في الناس اللي بيقولوا إنه في ناس بتقف في طريقهم؟ معناه إيه؟ ما أعرفش. أنا بعتقد اعتذار عن أشياء. اعتذار عن فشل يعني؟ صح. ولا اعتذار عن عدم مقدرة على عدم مقدرة. ما هو يعني ما انت قلتها ما دام فشل يعني عدم مقدرة. هو الواحد هيفشل ليه الا كان. طب لو حبينا ان احنا يعني نسمع المستمعين غنوة دلوقتي، لا هي من اغنية ولا هي من اغانيك، نسمعهم غنوة ايه؟ انت طبعا انا اعرف انك انت بتسمع الراديو كويس قوي وبتشوف التلفزيون احيانا، يعني عايزين نسمع المستمعين غنوة انت بتحبها. اسمع حاجة من شادية مثلا. خدني معاك مثلا، ولا حاجة تانية؟ برضه خدني معاك. حلو. اسمع.